بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله نتعلم مع بعض إزاي نقدر نعمل شماعة للملابس بأقل تكلفة وبشكل بسيط جدا جدا وبطريقة مختلفة ما شفتوهاش قبل كده. هنستخدم في الفيديو إن شاء الله مجموعة من المكونات. أول حاجة هنستخدم قطعة خشب أيا كان نوعها، قطعة خشب كونتر أو قطعة خشب سويدي، أيا كان نوع الخشب اللي استخدمه. القطعة الخشب اللي معايا ديت مقطوعة من لوح كونتر، ممكن نقول عليها فضلة. السمك بتاعي عندي هنا يعتبر 18 مللي، والعرض بتاعي يعتبر هنا 3 سنتي، الطول بتاعها حوالي 60 سنتي. ده خشب يعتبر ملزوق طبقة اسمها HBL. ده بالنسبة لقطعة الخشب. عندنا بقى العنصر أو المواد اللي نستخدمها أو الحاجة اللي نستخدمها في الفيديو أو في الشماعة حاجة غريبة شوية. كلنا عارفين ممكن نستخدم مع قطعة الخشب حاجات كتير جدا جدا. في على سبيل المثال شماعات جاهزة بكون واخدة شكل حرف مثلا يو، وفي حاجات بتكون ممكن الزرار بنشد منه المقبض بتاع الادراج بتاع الموبيليا. انا استخدم بقى حاجة تانية مختلفة عن الحاجات اللي احنا عارفينها او متعودين عليها. ده مقبض بيكون بتاع الغسالة العادية، البرميل بيكون بتاع الغطا، وبيكون عندنا فيه اتنين راكبين على البرميل نفسه بيتلف عليهم سلك بتاع الكهرباء من اي محل بتاع بيبيع قطع غيار غسالات عادية وغسالات نص اوتوماتيك والحاجات دي، بجيب منه الزرار دوت. ده اصدقائي سعره حوالي جنيه او جنيه ونص، يعتبر مش هتلاقي حاجة ارخص خالص من التمن ده. انا جبت عندي هنا 5 همت، 5 زراير او 5 مقابض، وجبت عندي هنا 5 مسامير، مسمار 10 يركب معايا عندي هنا على الزرار او على المقبض دوت بشكل بسيط جدا اهوت. المسمار دوت طول عندي هنا 3 سنتي، والمسمار عندي هنا من النوع اللي هو دماغ المسمار عندي هنا يعتبر من الشكل ده عشان ما تبقاش بارزة عندنا في الخشب بعد ما نثبت عندنا المقابض او الزراير في قطعة الخشب. طيب اول حاجة اعملها، انا جبت عندي هنا الخمسة، فهقسم عندي هنا الخمسة على طول الخشبة. الخشبة عندي هنا طولها 60 سنتي، فهسيب عندي من هنا 5 سنتي، هسيب عندي من هنا 5 سنتي، واسيب من الجنب التاني 5 سنتي. كده اصبح عندنا دلوقتي هنا واحدة هنا عند النقطة دي وواحدة عندي في النقطة دي. كده المسافة دي عندنا يعتبر اقسمها على كام؟ هقسمها على 3. يبقى المسافة اللي باقية عندي دلوقتي كام سنتي؟ المسافة اللي باقية عندي دلوقتي هنا كام؟ يعتبر 50 سنتي. ال50 سنتي هنا اللي عندي هنا من النقطة دي للنقطة دي هقسمهم على 4 فواصل، يعني عندي هنا في فاصل وهنا في فاصل، 4 فواصل، بحيث لما نحط دي كده ودي كده ودول كده بالشكل ده كده هيبقى في عندنا ايه؟ 4 مسافات. ادي 1 2 3 4، 50 على 4 فيها كام؟ فيها 12.5 سنتي. يبقى اجيب عندي هنا المتر واعلم عندي هنا كده 12.5 سنتي. كده علمت عندي هنا العلامات كلها. المسافة دي 12.5 12.5 12.5 12.5 يدينا 50، والمسافة دي 5 والمسافة دي 5. الخشبة كلها طولها 60 سنتي. وعلمت عندي هنا برضو السنتر بتاع الخشبة نفسها من الجنب ده ومن الجنب ده علشان الثقب يبقى عندي في نص الخشبة بالظبط. هجيب بقى بنطة مناسبة عندنا هنا لحجم المسمار. طبعا المسمار ده اسمه 10 مللي، ولكن السن عندي هنا بيكون حوالي السمك بتاعه 6 مللي اهو. دي بنطة 6 مللي هركبها في الدريل واعمل عندي هنا الثقوب. هبتدي اعمل عندي هنا الثقوب ديت، ال5 ثقوب، ونشوف مع بعض. كده انا عملت كل الثقوب اهيت. في ملاحظة بس، عندنا بنطة دي اسمها بنطة سمسمة خاصة بالنجارة. لو بشتغل ببنطة عادية حدادي على خشب زي كده HBL ملزوق، على خشب ملزوق HBL، في الحالة دي البنطة هتجري مني شمال ويمين، فممكن اجيب مسمار صلب وانقر بين على كده عندي ايه، عندي مكان ما انا معلم علشان البنطة ما تجريش مني شمال ويمين. كده عملنا يعتبر مكان الفتحات بتاع المسامير. ولكن لما اجي اركب مسمار دلوقتي ايه اللي يحصل؟ مسمار عندي هنا يبقى عالي اهوت، فهجيب بنطة بقى مقاسها اكبر شوية واعمل تخويش للجسم بتاع المسمار او لدماغ المسمار عشان المسمار يبقى عندي هنا ميت مع الحرف بتاع الخشبة. طبعا زي ما شفنا مع بعض كده المسمار عندي لما يركب دلوقتي كده هيبقى عندي عالي، فبالتالي هحتاج نخوش ببنطة. انا ما عنديش بنطة خشاب 12، فهشتغل ببنطة بتاعت حائط 12 اهيت عشان نعمل مكان لدماغ المسمار. كده مركب عندنا المسمار دلوقتي هنا.
اللي حاصل مسمار عندي دلوقتي يعتبر غاطس خالص اهوت اهو. كده خوشت ال5 مسامير اهمت وركبتهم عندي اهمت كلهم، واصبح عندي هنا مسامير يعتبر غطس عن الخشب كمان. نبتدي نجيب بقى الزراير بتاعتنا ونركبها. كده ركبنا عندنا ال5 زراير او ال5 مقابض. كده بقى عندنا حاجه واحده بس، نعمل عندنا ثقبين اللي احنا هنثبت منهم الشماعه نفسها في الباب او في الحائط. كده عملت ثقبين نثبت منهم قطعه الخشب في اي حاجه. جبت قطعه صنفره وشلت بيها اثار العلامات معلمينها بالقلم. كده احنا انتهينا من عمل شماعة يعتبر بأقل تكلفة ممكنة. لو حسبناها حسبة سريعة كده هنقول مثلا 5 مقابض على أقصى تقدير الواحد ب2 جنيه ب10 جنيه، ونقول 5 مسامير على أقصى تقدير برضو مسمار ب2 جنيه ب10 و10 20 جنيه. وقطعة خشب طبعا نجيبها ببلاش من أي ورشة نجارة أو قطعة خشب من أي حد، يعتبر حاجة سهلة جدا وبسيطة. بكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.